صباح الخير بالليل على حسب توقيتكم. هنعمل النهاردة بقى سندوتشات الكنافة المقرمشة، وكمان هنعمل أساور الكنافة وأصابع الكنافة. يعني هنعمل كذا طريقة للكنافة في الفيديو ده، طريقتهم سهلة جدا وبسيطة، ما بتاخدش وقت خالص، هتطلع معاكم شكلها تحفة، وكمان طعمها يجنن ومقرمشة ولذيذة قوي قوي، وهتنفع بقى نقدمها في أي عزومة، بيبقى شكلها شيك جدا زي ما انتوا شايفين كده، وهتفضل مقرمشة معاكي، وبجد من حلاوتها محدش هيصدق أبدا إن انت عاملاها بإيدك وكأنك شارياها جاهزة بالظبط. اسمعوا بقى صوت القرمشة. لو أول مرة بقى تتابعوني متنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة عندي يا جماعة هي الكنافة اللي انتوا شايفينها دي اسمها كنافة طرح، بتبقى شكلها طويل زي ما انتوا شايفينها كده. هجيب الصينية اللي أنا هرص فيها الكنافة وهقطع على قد مقاس الصينية بالظبط، وهرش كده الرخامة بتاعتي بالمية بالفرشة كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين بحط قطعة الكنافة بعد ما اظبطها كده واسويها، وارجع ارش عليها مية من فوق كده بسيطة جدا بالفرشة عشان تتلف معايا بكل سهولة. وبعدين بحط بقى اي نوع مكسرات عندي، او تعملوها سادة من غير اي مكسرات خالص، وبعدين بتني الطرف بتاعها وببدأ كده اعملها يعني زي الكنافة البورمة كده، ببدأ الفها رول كده بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها دي، وبعدين بجيب الصينية واحط فيها بقى الكنافة اللي انا برمتها دي، وبالراحة كده علشان متفكش مننا بنحاول نظبط الطرف بتاعها، وبعدين نضغط عليها كده بطبق او كوباية اي حاجة كده تقيلة علشان ما تتحركش من مكانها. وبنفس الطريقة هعمل واحدة كمان، رشيت كده الرخامة بالمية، وبعدين فردت الكنافة، وبعد ما فردتها كده بدأت كده احط عليها مية كمان، يعني رشة بسيطة كده عشان ما تعجنش مننا، وبعدين بتني الطرف بتاعها في الاول وببدأ الفه بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده، يعني ايد بلف بيها والتانية بسند بيها الكنافة، وبعدين بلم الطرف الاخير بتاعها كده زي ما انتوا شايفين، وبجيب بقى الصينية كده بالراحة والزق التانية فيها، بس بالراحة كده يا جماعة، ظبطوا الطرف علشان ما يفكش منكم، يعني تزنقوهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة دي، وارجع احط حاجة قدامهم كده علشان ما يتحركوش من مكانهم. وهنا بقى يا جماعة هعمل معاكم واحدة سادة خالص من غير مكسرات ولا اي حاجة زي ما انتوا شايفين، رشيت الرخامة برضو بالمية، وبعدين بدل الكنافة كده رشة بسيطة من المية علشان لما نلفها رول يطلع شكلها مظبوط، ما تبقاش كده منعكشة وتبقى هشة مني، واظبط كده الاطراف بتاعتها وارجع بقى احطها في الصينيه، وبعدين هعمل بقى الشكل التاني وهو الاساور. معايا هنا يا جماعه غطا، ممكن غطا ازازه، غطا علبه دواء، اي غطا عندك ممكن تستخدميه في الطريقه دي. هجيب كده شويه صغيرين من الكنافه، بس هسيبها طويله زي ما هي واديها رشه من الميه، وبعدين هبدا الفها على الغطا بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وطبعا انا لو لقيت ان الكنافه هايشه كده بحاول ابلها كده بشويه ميه زي ما انتوا شايفين كده علشان سطحها ينعم، وببدأ أضغط عليها بإيدي كده ضغط خفيفة، وبعدين بحطها في الصينية وابدأ أشيل منها الغطا، وبس كده. هعمل واحدة معاكم كمان، عندي الكنافة رشيت عليها شوية صغيرين من المية، وبحط كده الغطا وابدأ ألف عليه الكنافة رول كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وبالراحة كده. ولو حسيت ان هي هايشة شوية برجع احط لها شوية مية بسيطة، وممكن بقى نحط الطرف كده من تحت، وبعدين هشيل الغطا زي ما انتوا شايفين كده بيتشيل بكل سهولة، وياخد شوية كده واحطهم من تحت عشان اداري اي حاجة مفتوحة، واظبطها برضو بشوية مية، وبس كده هحطها بقى في الصينية. وهعمل معاكم الشكل التالت اللي هو اصابع الكنافة. عندي كده قطعة من الكنافة ما تكونش طويلة قوي، هرش الرخامة برضو بالمية قبل ما احط الكنافة عليها، وبعدين باخد كده الطرف وابدأ المه بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها دي، وبعدين هلف رول بنفس الشكل ده، وبس كده. ده الشكل التالت معانا، هنحطه بقى في الصينية. وكده بقى انا عملت الكمية كلها بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها دي. عندي هنا بقى كوباية وربع من السمنة، ومعاهم معلقتين من الزيت، رشيت كده على الكنافة السمنة، وطبعا السمنة تكون سايحة. طبعا الكنافة هنا بتاخد سمنة كتير لان احنا طبعا مش دهنينها سمنة ولا اي حاجة، فبنزود فيها السمنة كده وهي بتشرب على قد ما عايزة، والباقي هنصفيه. بس المقدار ده كان مظبوط معاها جدا، مفضش منها اي نقطة سمنة زي ما انتوا شايفين اهوت. دخلتها في الفرن كده، واول ما بدأت تسخن معانا هتلاحظوا ان السمنة بدأت تغلي كده، وهتحسوا ان هي كتيرة، بس بعد شوية السمنة كلها هتختفي والكنافة هتشرب السمنة كلها، وهتطلع معاكم متحمرة وحلوة جدا. انا ولعت عليها النار من
من تحت بس على درجة حرارة 180، وبعد ما اخدت اللون كده من الجوانب كويس جدا فتحت عليها الشواية لحد ما اخدت اللون الحلو ده. واول ما طلعت كده وهي سخنة سقيتها بالشربات التقيل البارد. وطبعا بنبقى مجهزين الشربات من قبل ما نبدأ في الكنافة علشان يلحق يبرد معانا، عبارة عن كوبايتين من السكر وكوباية من المية وعصرة نص ليمونة ومعلقة من عسل الجلوكوز او ممكن نستبدلها بالعسل الابيض، وكمان باكت من الفانيليا. بحطهم على النار يغلوا كويس، وبعدين بهدي النار لمدة 5 دقايق وبدفع عليه بقى وادخله التلاجة لحد ما يبرد. وبس كده. اهم حاجة بعد ما نسقي الكنافة بقى بالشربات بنغطيها كده 5 دقايق علشان ما تبقاش ناشفة معانا قوي وتتكسر منكم وانتوا بتقطعوها. هنا بقى هاخد الكنافة اللي احنا عملناها كده رول وهبدأ كده اقطعها سمبوكسات زي ما انتوا شايفين كده، بس اهم حاجة تكون السكينة حامية معاكم علشان الكنافة تتقطع مظبوط وما تتكسرش منكم. وده شكلها بعد ما خلصنا. شايفين بقى يا جماعة الحلاوة؟ طبعا السمبوكسة دي عملنا فيها السادة وعملنا فيها اللي بالفول السوداني، وعندنا هنا بقى الكنافة الاساور ممكن تحشوها بقى تمر زي ما انا عملت كده او مكسرات، ولو حابين المكسرات تكون واخدة لون بيلمع كده حلو ادوها معلقة من العسل او الشربات اللي احنا عملناه ده بيخليها لمعة وشكلها حلو جدا. بس عايزة اقول لكم بقى ان انتم لازم تجربوا الكنافة بالتمر، بجد طلع طعمها رهيب جدا، وبصراحة متوقعتش ان طعمها يطلع بالحلاوة دي، لان انا بصراحة اول مرة اجربها بالتمر. وطبعا احلى نوع تمر بقى تقدروا تعملوا بيه هو التمر السكري، اللي هو بيبقى تحسوا ان هو ملزق كده شوية، بيبقى شكله حلو جدا وكمان بيبقى فيه لمعة حلوة قوي قوي. هنفتح كده بقى البلحة او التمرة ونطلع منها النوى اللي جوه، وبعدين نحاول نقفلها تاني ونرجع كده نحطها في قلب الكنافة، هتطلع معاكم بالحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. بس طبعا نوع الحشوة ده يرجع لكم انتم على حسب اللي انتوا بتحبوه. ممكن بقى كمان تحشوها شوكولاتة سبريد، او ممكن تحشوها بالكريمة، او ممكن تحشوها بالقشطة، اي حاجة بتحبوها تقدروا تضيفوها وتعملوها هتطلع معاكم تحفة وشكلها جميل قوي. هنا بقى شايفين يا جماعة دي الكنافة السمبوكسة اهيت، سامعين القرمشة يا جماعة؟ قرمشة قرمشة يعني. تحفة بجد يا جماعة، لازم تجربوها هتعجبكم جدا. طريقتها سهلة ما بتاخدش وقت خالص، وكمان شكلها حلو جدا وشيك، وبجد طعمها لذيذ جدا، مش هتحسوا ان هي معمولة في البيت ابدا من حلاوتها ولذاذتها. وبس خلاص جربوها بقى واتمنى تعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.